السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ النهاردة بقى ايه نعمل؟ جلاش بالصدق وباللحمة المفرومة على طريقة مامتي الله يرحمها. جبنا بصلتين قطعناهم مكعبات صغيرة، وحطيناهم في معلقة سمنة وشوحناهم على النار كويس. شوحهم كويس وبعد كده اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله. جبت قرن فلفل مكبب، قطعته نصين، نص للصدق ونص للحمة المفرومة. وحطيت كده شطشطته كده، وحطيت البهارات بتاعتي، بهارات سبعة، بهارات لحمة، شوية فلفل أسمر، شوية ملح. وحطيت له طماطمتين صغيرين كده، احنا بنحب الصدق نحط له طماطم، انما اللحمة لا. وحطيت له كده شقشق مية بسيط خالص علشان يستوي. تمام، هو كده استوى بقى زي الفل. نحط بقى معلقة سمنة تانية ونحط الايه، البصل بتاع اللحمة. بحط البصل شوية بس يا دوبك ملح صغيرين عشان يدبل. وانا ما بحمرش البصل، يا دوبك كده عشان يبقى مسكر، يدبل بس. وبرضو بحط لها برضو ايه يا دوبك كده حاجة بسيطة كده مية عشان تستوي اللحمة المفرومة. استوت وبقت زي الفل. جبت الصاج بتاعي دهنته سمنة وزيت، انا بحط سمنة على زيت عشان يبقى خفيف، زيت ذرة. ورق ورق رق ورق، انا بحط 5 رقات بس تحت، خمس رقات تحت، وافرد الصدق او اللحمة. وبعدين احط 5 رقات تانيين. كان عندي شوية جبنة كده تركي مبشورة، حطيتها على الصدق. خلصت الصاج بتاعي تمام. وجبت الصاج التاني، طبعا ده نص كيلو يا دوبك لسه يعني ما خلص. جبت النص التاني بقى عشان ايه اكمل. جبت اللحمة بتاعتي، اللحمة المفرومة انا ما بضيفش عليها حاجة، هي مامتي كانت بتعمله كده الله يرحمها يعني. تمام كده خلصنا زي الفل اهوت. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا محمد. طبعا لازم يتقطع قبل ما يخش الفرن. هو الجلاش كده هو والرقاق الاتنين لازم يتقطعوا قبل ما يخشوا الفرن. دخلتهم الفرن يتشمعوا، على بال ما يتشمعوا بس دقيقة واحدة، جبت بضاية وحبة فلفل اسمر وحبة ملح عشان الزفارة، وكوباية لبن بس. كده لكل صاج، كل صاج ياخد كوباية لبن وبضاية وحبة فلفل اسمر وملح. كده هو اتشمع دقيقة بس في الفرن زي الفل. بروح واجي كده بالصاج كده عشان اوزع الايه، اللبن والبيض. تمام. هطلع بقى الصاج التاني احط عليه حاجته برضو زي الفل. اتشمع هو كمان اهوت، وطلعته برضو حطيت له اللبن والبيض. بروح واجي كده بوزعها كده بقى، هو تحت خد يا دوبك، لازم اولع تحت الاول وبعدين اطلعه على الشوايه زي الفل. يا رب. طبعا هو متقطع بس لازم يتقطع تاني. طبعا انا مش عارفه اقطعه من كتر ما هو سخن، مش قادره. طبعا رقته خفيفه جدا، ليه 5 تحت و5 فوق بس. شايفين البخار اللي طالع منه كده سخن مولع. طبعا دي كانت لوبيا باقيه عندنا من قبلها بيوم بقى. شويه سلطه والليمون ده انا اللي عاملاه على ايدي. وتفضلوا معانا بألف هنا.